واعد المصريين لتنفيذ زي ما شفنا مع حضراتكم طبعا مع التطور اللي بيحصل في مصر كلها، كمان في تطور في الناحية الإنسانية أو العنصر البشري طبعا، وعلى رأسها المرأة المصرية والفئات اللي كانت مهمشة الحقيقة من فترة طويلة جدا. المرأة كان ليها كتير جدا من المميزات أو من نقول بعض الإنجازات في ملف المرأة حصل في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد ثورة 30 يونيو. نعرف أكتر تفاصيل عن هذا الموضوع وكمان المعاقين طبعا مع ضيفتنا اللي بتشرفنا في استوديو صباح القاهره، مع الدكتوره امينه رشاد، استاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث. اهلا بحضرتك دكتوره اهلا امينه، صباح بحضرتك الخير استاذه عليك. دينا. صباح الفل. دكتوره امينه كمان حضرتك رئيس لجنه المراه باتحاد شباب العمال سابقا، ولجنه المراه اكيد طبعا بما ان حضرتك كنت رئيسه اللجنه سابقا، فاكيد برضو عارفه ايه اللي حصل من انجاز كبير جدا للمراه. خلينا الأول نتكلم على ملف المرأة والمعاقين في السنوات الأخيرة، نصنفها كده أو نقسمها حاجة حاجة. نتكلم الأول عن المرأة. تمام. انا سعيده الاول بوجودي مع حضرتك. احنا سعداء جداً. بحضرتك النهارده. هو خلينا نتكلم عن ما بعد ثوره 30 يونيو، بما ان تمام. احنا كنا بنحتفل بالثوره من فتره قريبه. فالمكتسبات اللي حصلت بعد ثوره 30 يونيو انا بعتبرها يعني كانت تعتبر ثوره تانية، لان هي كانت ثوره تشريعيه الحقيقه. يعني صحيح. كان المكتسبات التشريعيه لضمان حقوق المراه وذوي الاعاقه في الملف ده كانت كبيره جدا. يعني لو اتكلمنا عنها فاحنا عندنا 3 اتجاهات للتشريع كانت مهمه جدا. كان احد اهمها التشريعات اللي اتعملت لمواجهه العنف ضد المراه. كويس. التشريعات اللي اتعملت لحمايه الاسره. وايضا التشريعات اللي اتعملت لتمكين المراه سياسيا ووظيفيا. كويس جدا. دي كانت نقطه مهمه جدا وكانت نقطه انطلاق. يعني موضوع التشريعات ده كان جزء مهم جدا واحنا كنا محتاجينه الحقيقه. تمام. يبقى خلينا نروح مثلا للمرأة اللي هي الأقسام دي كلها، اللي هو الجزء في الوظيفة، الجزء اللي هو مثلا لو هنقول على الأسرة واجتماعيا عامل ازاي، والجزء الثالث مناهضة العنف ضد المرأة. مناهضة العنف ضد المرأة. تمام. هي الجزء الأول، خلينا نمسك الجزء الأول فيما يخص مناهضة العنف ضد المرأة، لأن دي كانت تعتبر حاجة مهمة جدا، كانت منتشرة، كانت بتمثل مشكلة كبيرة جدا. صحيح. ففي مناهضة العنف ضد المرأة اتعمل التشريع الخاص بتغيير مسمى جريمة التحرش، ان هي اصبحت بدل جنحة بقت جناية، وبقى ليها حكم مشدد وغرامة مالية كبيرة. وبيبقى الحكم مشدد اكتر لو كان الجاني ذو سلطة على المجني عليها. يعني ممكن نقول اللي هو زي مش رشوة، اللي هو يعني سلطة سواء بقى أسرية أو وظيفية أو دراسية. يعني هو بيستخدم سلطته في الجريمة. من أحد الحاجات المهمة اللي تبعت الموضوع ده كان سرية بيانات المجني عليها، إن هي تجريم إن أي بيانات ليها علاقة بالمجني عليها تنشر، لأن دي ممكن تعمل لها مشكلة اجتماعية وملاحقة اجتماعية هتضر بيها. صحيح. فده كان تابع للقانون وكان برضو جزء حماية للمرأة. المشكلة الثانية كانت الختان، تجريم الختان، وأيضا بقى جناية، يعني أصبح جناية بعد التشريعات اللي صدرت بعد 30 يونيو. وكان وبيجرم، مش بس بيجرم، يعني كان العقوبة مشددة، بقت من 5 ل7 سنوات، وأحيانا ممكن توصل ل20 سنة لو أدت إلى الموت، ضرر لو تسببت الوفاة. والتجريم هنا بيبقى للطبيب والولي الأمر، ما بقاش للطبيب فقط طبعا، ولكن لولي الأمر اللي طلب إجراء عملية الختان نفسها. كويس جدا. حضرتك شايفة من وجهة نظرك إن الختان قل؟ عملية الختان قلت في المجتمع؟ احنا يمكن واحنا بنتكلم، هي دي من احد اهم التحديات، لان الموضوع مش بس تشريع، اجتماعيا بالظبط، وثقافيا وعي اجتماعي. ولكن طبعا الرادع دايما بيكون اساس لبدايه ان احنا نقدر نواجه المشكله. مظبوط. يعني كل ولي امر هيبقى عارف ان هو هيقع عليه حكم جنائي مشدد نتيجه الفعل ده، اكيد هيتجنبه. فدي بقت حاجه، دي نقطه مهمه جدا احنا كنا محتاجينها. صحيح. فيما يخص بقى الجزء التمكين السياسي والوظيفي. فاحنا عندنا كان في بعد ثوره 30 يونيو
التشريع الكوتا اتغير، ان كوتة بقى المرأة. كوتة المرأة بقت 25% تمثيل نيابي ده في مجلس النواب. والمحليات في مجلس النواب والمحليات، أيوة. وحاليا التمثيل الحالي وصلنا ل 27%. فدي حاجة ما حصلتش إلا بعد ثورة 30 يوم. مظبوط. طيب ده بالنسبة للعنف ضد المرأة، وبالنسبة للتمكين السياسي والوظيفي. الثالثة اللي هو الجزء الاجتماعي، الجزء اللي الاجتماعي هو الخاص بالأسرة الأسرة. المصرية. الأسرة ده حقيقة احنا عندنا في الجزء الاجتماعي عندنا مثلا ما يخص قانون الخدمة المتكاملة، أيوة. اللي ادى للمرأة بعض الصلاحيات، ان هي مثلا اجازة الوضع بقت 4 شهور، تقليل وقت العمل للحامل او المرضعة، عدد ساعات العمل بيقل، التأخير في دفع النفقات، يعني الزوج لو تأخر في دفع النفقات بقى دلوقتي بيطبق عليه غرامات مالية، وفي نفس الوقت بيمنع عنه بعض الخدمات الحكومية، زي مثلا إصدار الباسبور أو السفر أو رخصة القيادة. تمام. فده مظبوط. بيتأثر لو هو متهرب من دفع النفقة، ده بيتأثر. فده برضو كان جزء مهم جدا، هو تمام. بيحميها يعني تمام. الحقيقة. تمام. طيب كده احنا اتكلمنا تقريبا عن المرأة، وان كان في انجازات حصلت كبير جدا بعد ثورة 30 يونيو في السنوات الأخيرة، والمرأة بقى ليها دور كبير جدا في أماكن كتير جدا، زي ما شفنا طبعا، زي ما حضرتك قلتي، موضوع الكوتا في المجلس النواب مثلا، الوظيفة الوزراء بنشوف محافظين بالظبط. أو محافظات سيدات، وبيبقى لهم دور على فكرة جدا. كويس جدا في الجزء الميداني كمان. هي متميزة جدا. المرأة في الجزء الميداني، يعني وزارة جدا. التنمية المحلية ده حقيقي، ده دكتورة منال طبعا. كانت محافظة دمياط تقريبا، أو محافظة البحيرة كانت امرأة. مظبوط. دكتورة جاكلين عايزة محافظة البحيرة. الحقيقة يعني في نقلة حصلت في محافظة بالظبط. البحيرة. وحتى الثقافة نفسها بتاعت المجتمع بدأت تتغير لما تشوف ان ده المرأة حقيقي. بتنجز في بعض الأماكن. هي تعرف، يعني في بعض الوظائف نقول هي وظائف دي بتاعت مرأة، هي صحيح. الوحيدة اللي هتعرف تعملها. صحيح. يعني محتاجة سيدة أكتر من رجل. صحيح. فده مهم جدا. صحيح. طيب المعاقين بقى، ويمكن الملف ده كان مهمش الحقيقة لفترة طويلة جدا، والحقيقة الدولة المصرية بدأت تنتبه انه احنا العدد كبير مش قليل، عدد المعاقين بتصنيفاتهم بقى. فحضرتك كلمينا كده عن الملف والتصنيفات، وايه الخدمات اللي حصلوا عليها في الفترة الأخيرة، وايه اللي ناقص. فخلينا نبدأ كده من الملف من تمام. الأول. ملف المعاقين هو خلينا نقول ان اتغير النظرة نفسها، ان بدل ما احنا بنبص لذوي الاعاقه، على الاشخاص ذوي الاعاقه على انهم حد احنا محتاجين نساعده، لا احنا بقينا نبص عليه كانه شريك في المجتمع. بالظبط. ويمكن جه يعني مبادرة قادرون باختلاف. قادرون باختلاف ما كانتش مجرد احتفالية وإطلاق عام 2018 هو عام ذوي الإعاقة، الأشخاص ذوي الإعاقة، كان يعني ده تغيير لنظرة الأشخاص ذوي الإعاقة، نظرتنا ليهم إن هم شركاء في المجتمع، إن يبقى فيه دمج حقيقي ويكون فيه تمكين شامل لذوي الإعاقة. مبادرة قادرون باختلاف هي تحولت بعد كده لصندوق. الصندوق ده بيدعم ذوي الإعاقة ماليا وثقافيا ورياضيا. فبقى الموضوع هنا مختلف. بدأنا يمكن بعد قادرون باختلاف بدأت الوزارات المعنية وأجهزة الإعلام تلتفت لقضية ذوي الإعاقة بشكل مختلف. وأصبح في قانون جديد لذوي الإعاقة، قانون رقم 10 لسنة 2018، اللي حدد جميع خدمات ذوي الإعاقة، وألزم الوزارات والجهات بأن هم يكونوا مساعد ليهم ومعين ليهم في كل احتياجاتهم. فقانون 10 ده هو يعتبر كأنه دستور لذوي الإعاقة مصغر يعني. فالموضوع كان لا أكيد في نقلة تشريعية كبيرة جدا. كويس جدا. ده بالنسبة لنظرة المجتمع. اكيد نظره طيب المجتمع الخدمات والقانون بقى. الملزم. الخدمات دلوقتي خلينا عندنا نتكلم عن في خدمات باستفاضة. خدمات زي مثلا بطاقه الخدمه المتكامله. دي أول حاجة. بطاقه البطاقة الخدمه دي عبارة عن المتكامله إيه؟ بطاقه الخدمه المتكامله دي بتصدر من وزاره التضامن الاجتماعي. كويس. هو بيقدر بيها ياخد كل الخدمات المتاحه ليه، زي مثلا الخدمات الطبيه، الخدمات الاعفاء من الجمارك، التخفيض في المواصلات، كويس. التحرك. هي تقريبا تعتبر كأنها يعني باسبور ليه.
يعني بطاقة الخدمة المتكاملة دي أساس حصوله على كل الخدمات المتاحة ليه اللي بتوفرها الدولة. بتطلع من وزارة التضامن. بالظبط، بتطلع من وزارة التضامن، وبقى التقديم ليها هل ليها سن إلكتروني. معين ولا لا لا لا، هو ملهاش ذوي سن؟ إعاقة، مجرد إن هو مصنف من الأشخاص ذوي الإعاقة، فهو بيقدر يطلع إعاقة بدنية أو بطاقة إعاقة ذهنية؟ أي نوع من أي نوع أنواع من أنواع الإعاقة. الإعاقة. بيقدر سم، بكم، أي حاجة. أي نوع من أنواع الإعاقة تمام. هو بيقدر يطلع بطاقة الخدمة المتكاملة كويس. إلكترونيا، فالموضوع برضو ما بقاش صعب زي الأول. مم. بالعكس بقى فيه تسهيل. تاني حاجة 5%، تعيين 5% أو التوظيف. في بقت كل الجهاز جهات الإداري للدولة. الدولة بالظبط، كل الجهاز الإداري للدولة ملزم بتعيين 5% لذوي الإعاقة. يعني فدي بقت حاجة مهمة جدا. انت دلوقتي شريك، انت مش حد احنا بنساعدك، انت شريك. تالت حاجة كان الشمول المالي، اللي هو عبارة عن يمكن ده الشمول المالي ان هو يقدر يفتح حسابات بنكية. يبقى هو المسؤول عن حسابه البنكي. كان يمكن ده وقانون لو رقم هو 10 لو مسؤول، لو هو ما عندوش إعاقة ذهنية. لو هو ما عندوش إعاقة ذهنية، دي لأن حاجة الإعاقة تانية، الذهنية بيبقى مش عليه هينفع برضه. حد وصي. معين. معين ليه. كان في الأول المعين في كل الإعاقات، يعني سواء الإعاقة السمعية أو الإعاقة البصرية. دلوقتي لا، دلوقتي هو من الذهنية فقط، اللي هو حقه. ما يقدرش، ما عندوش إدراك هو بيعمل إيه بس. وده اداله حريه اكتر، لان هو من حقه ان ما حدش يطلع على تفاصيل حساباته حساباته مثلا. البنكيه. صحيح، بالظبط، مظبوط. فده اداله حريه اكتر. فبقى في كمان المبادره اللي عملها البنك المركزي للشمول المالي، بان بقى في تعاون مع جميع الجهات والمنظمات المجتمع المدني، ان احنا نحاول نعلمهم يعني ايه افتح حساب بنكي، ازاي استخدم البطاقه. واتطبقت في بنوك كتير جدا، وتابعها كمان تعليم لغة الإشارة للموظفين اللي شغالين في البنوك، علشان يقدروا. خلينا بقى نقف هنا عند الموضوع ده، لأنه موضوع عفوا عدد الصم والبكم الموجودين في مصر عدد مش قليل، كبير، حوالي 8 مليون، يعني حوالي تقريبا، وممكن يكون يزيد، لان حضرتك قلتي لي المعلومه دي قبل الهوا على طول، ان ده كان من تقريبا من سنتين العدد ده، او من 4 سنين، فممكن يكون العدد زاد من 8 ل 10 مليون تقريبا. ازاي ان كل وزاره وكل مصلحه حكوميه وكل مكان ما يكونش فيه موظف بيفهم لغه الاشاره؟ بعد ثورة يونيو بدأ يكون فيه اهتمام. فدلوقتي في مثلا عند حضرتك، يعني يمكن انا حضرت بعض التدريبات في وزارة السياحة والآثار. الموظفين في مختلف الأماكن الأثرية، دلوقتي تلاقي في أغلب الأماكن الأثرية حد بيعرف لغة إشارة عشان يقدر يتعامل مع الزوار من الصم وضعاف السمع. البنوك يعني تدريب لكتير من البنوك، سواء البنوك الخاصة أو البنوك الأهلية، على لغة الإشارة عشان يقدر يتعامل مع الصم وضعاف السمع لما يروحوا يفتحوا حسابات، او المشاركات اللي بتتعمل مع المجتمع المدني. فبيجي البنك بيفتح حسابات مجانا، فده كله خلاهم يقدروا يتعلموا ازاي اعمل حساب بنكي، ازاي استخدم البطاقة البنكية، علشان يقدر على الاقل يقف على نفس المستوى اللي فيه بقية تمام. الناس. طب ده بالنسبة للخدمات والحاجات اللي بيحصل عليها المواطنين ذوي الإعاقة لمصالحهم أو لأحوالهم اللي كل يوم بيمارسوها، لكن في حاجات بقى تانية، أنشطة مثلا، والحاجات الترفيهية اللي هم من حقهم إنه يمارسوها زي أي مواطن تاني. نتكلم مثلا على الجزء الثقافي والفنون، مثلا المسارح، المتاحف، المعابد والاماكن العامه، هل في خدمات بتخدمهم؟ بقى في دلوقتي الحقيقه بقى في خدمات يعني حضرتك ممكن مثلا تلاقي الاصم يروح مكان اثري، يلاقي حد بيستقبله بيشرح له الاثر ده قلتي في متحف التحرير. في متحف المصري واماكن كتير بقى فيها اتاحه بالشكل ده. كويس. في متحف الفن الاسلامي بقى في مجسمات، المجسمات دي للمكفوفين علشان يقدر يفهم الاثر ويعرف شكله ويتخيله وهم بيشرحوا له الاثر ده ايه. كويس. فده مهم جدا، لان هو محتاج لارتباطه ببلده، يعني ان احنا ننمي فيه روح المواطنه. لازم يعرف التاريخ طبعا، علشان ده هيفرق جدا في نفسيته، خصوصا بقى الاطفال. يعني فدي بقت نقطه مهمه جدا. وانا بصراحه يعني
سعيده جدا ان ده بدا يلقى اهتمام. كان من فتره قصيره بدات وزاره الشباب والرياضه تهتم ايضا بذوي الاعاقه. يمكن كان في تدشين لكيان إشارة سلام، ده كان يعمل على الصم وضعف السمع فقط. هو يعني وكان ليهم تجربة مميزة جدا، ان يعني بدأوا يعملوا للصم وضعف السمع تدريبات على تقنيات الذكاء الاصطناعي. فانا هنا بديله بقى تكنولوجيا هو يقدر بيها. هو هيبقى شاطر فيها جدا لان عنده الذاكره البصريه عنده طبعا ممتازه، فهو هيبقى شاطر فيها، وفي نفس الوقت انا كده هقدر اهله لسوق العمل. فبقى في تأهيل حقيقي. يعني احنا كده بنتكلم في ان انت بقيت شريك، انت هتقدر تشتغل كويس. مش هيبقى ال5% مجرد ان انت بتتعين بس وبتاخد مرتب، لا 5% انت فعال. انت هتشتغل بتقنيات حديثة، انت هتقدر تدي وتحس ان انت فاعل في المجتمع، وده هيبتدي يعني يخليهم يحسوا بالانتماء. فاحنا كل ده لصالح بلدنا في الاخر. صحيح. ان هو يحس ان هو شريك، هو كده بينتمي للمجتمع، المجتمع بيحتويه. ده حقيقي، هو محتاج بيدمجوا داخل، يعني هم مندمجين داخل. طب موضوع المدارس بقى، يعني طلبة المدارس، احنا قلنا في حاجة اسمها الدمج، هل ده دلوقتي موجود برضو ولا هو كان كده فترة وبعدين الموضوع رجع؟ لا هو موجود، بس عندنا مشكلة أساسية في الموضوع. ايه هي بقى المشكلة عشان برضو نطرحها؟ التنمر. لسه ما زال تنمر موجود على الأطفال المعاقين. لأن الأطفال الصغيرين، يعني يمكن كان في ايفنت قريب في قصر خديجة اللي كان إشارة سلام، كان الأطفال المدارس العادية هم أول مرة يسمعوا عن الصم وضعاف السمع. هي العيب مش فيهم، هو العيب في الكبار اللي معاهم. بالظبط. يعني فجمعنا الاثنين مع بعض، فلقينا الولاد عندهم استعداد كبير جدا ان هم يتعلموا لغه اشاره ويساعدوا ده الاطفال العاديين. اطفال عاديين ويساعدوا. طيب ايه بقى اللي حصل؟ يعني كان اليوم بالنسبه لهم مختلف بس انا يعني اللي استوقفني ان هم يقولوا لي اول مره نسمع عن مشكله دي صم وضعاف السمع. فانا محتاجه علشان هو يبقى في مدرسه دمج، لازم الطفل الصغير ده يقبل غيره طبعا، يعني يتعلم. ويمكن كان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قبل كده أمر بأن يبقى في المدارس مادة اسمها قبول الآخر. طبعا، يعني دي عشان مناهضة قبول الآخر في أي حاجة بقى، مختلف معايا في الدين، في الشكل، في اللون، في أي حاجة. قبول الآخر. احنا محتاجين ان احنا نتقبل، الرجل يتقبل المرأة والمرأة تتقبل الرجل اصلا من الاول. يعني هي دي مشكلة خطيرة. والله هي مشكلة مجتمعية. احنا يعني حتى لحد دلوقتي في بعض الرجال يقولوا ما انت اصلك واحدة ست بتسوقي. يعني ده حقيقي، ده حقيقي. مع ان في رجال كتير جدا وهم سايبين بيعملوا اخطاء فادحة، بس بقى ست هي اللي بتسوق بقى. يعني وانا مقتنعة مثلا الست لما بتحط في دماغها بتتقنها الحقيقة. فيعني في ست بصراحة، والست المصرية كمان. ده حقيقي. فموضوع التنمر ده هو الاساس في مشكلة لسه موجود لان هو غصب عنه، هو طفل صغير مش ما يعرفش حاجة، هو شايف قدامه صح. حد غريب فبيتعامل معاه بطريقه ممكن هنا يكون اللوم فيها بقى على اذى مين؟ نفسي. نلقي اللوم بقى على مين؟ هنا بقى هنا هي الدوله عملت لنا الثوره التشريعيه خلاص. الدوله تمام. ادتنا الثوره التشريعيه. صح. بقى في عندنا شقين، الشق الاولاني على الدوله الرقابه على التنفيذ. انا عملت التشريع، صح. لازم يكون في رقابه على التنفيذ. لو انت فعلا عايز تطبق ده على ارض الواقع ما يبقاش مجرد قانون صدر، لازم يكون في رقابه على التشريع. الجزء الثاني التكاتف بقى بين الجهات والهيئات والمجتمع المدني طبعا، لان انا هنا محتاج الوعي. سواء مناهضه العنف، انا محتاج ان يكون في وعي بالجرائم اللي بترتكب، بالعقوبات، اعمل توعيه للناس علشان نوقف ده. انا محتاج وعي في المدارس، انا محتاج اشتغل، انا محتاج مش 10 منظمات يشتغل، انا محتاج كل المنظمات الحقوقيه ومنظمات المجتمع المدني تشتغل معايا عشان نقدر ندي ارضيه في المدارس كلها. نعلم الولاد يعني ايه قبول الاخر، يعني ايه ذوي اعاقه، يعني ايه ان انت تحترم غيرك وتقدر تتعامل من غير تنمر. فيجي الطفل اللي هيجي من اشخاص ذوي الاعاقه هيبقى نفسيا هو متقبل الموضوع. اهله مش هيبقى عليهم لود كبير بسبب ان في تنمر على ابنهم. صحيح. وما يعملهمش مشكله نفسيه. فانا هنا الدمج هنا هيبقى ضد مش مع.
مظبوط. لو صح، في هيأذيه تنمر اكتر. هيبقى اذى نفسي، يعني فانا انتوا كده احسن. دمجتوني وخليتوني اتعامل صحيح، مع ناس مش متقبليني. مفيش ارضيه، انا دخلت في المكان ومفيش ارضيه ممهده لان انا صحيح. اعمل ده، فانا كده باذيه نفسيا، فبقى انا بضر مش بنفع. صحيح. فاحنا عندنا التشريعات، ثوره التشريعات كويسة. يعني التنفيذ كانت بقى والرقابة على التنفيذ. الرقابه، وان احنا نعمل بقى نتشارك في معركه الوعي، تمام. فدي اهم شيء ده حاجة بالنسبة لنا. مهمة جدا. طيب خلينا برضو نتكلم على حاجة تانية مهمة. حضرتك كنا بندردش كده قبل الهوا على انه الداخلية ليها دور كبير جدا في لو مثلا حصل انه محدش عمل خدمة لحد من ذوي الإعاقة في اي مصلحة حكومية في اي وزارة. لو مثلا انا رحت حررت محضر، انا شخص ذوي الإعاقة وحررت محضر، على طول بيتم تنفيذ اكيد. وبقى في متفاعلة دلوقتي جدا. قانون التنمر، مم. فهي التنمر بقى جريمة. مم. والحقيقة من أكتر الوزارات يمكن المتفاعلة في هذا الموضوع وزارة الداخلية. ما بيبقاش في مشكلة مثلا لذوي إعاقة، سواء يمكن اللي أنا كنت محتكة بيهم كثيرا كان الصم وضعاف السمع، هو بيروح الاسم عشان يعمل المحضر بجريمة معينة أو بأي حد لم يتعاون معاه أو تنمر عليه، هو بيروح بيلاقي في تعاون هناك، يعني بيحاولوا يساعدوه. يعني ويمكن بيدوروا على مترجمين لغة الإشارة عشان يقدروا يفهموا هو عايز يقول ايه. فده الحقيقة يعني كان مجهود حاجة مهمة مميز جدا من وزارة الداخلية، هم الحقيقة في الموضوع ده متفاعلين جدا فيه. يعني طيب حضرتك كده اتكلمتي على يعني على الخدمات اللي حصلت في الإنجازات بعد ثورة 30 يونيو لذوي الإعاقة أو ذوي الهمم والمرأة. التحديات اللي زالت موجودة بقى ومحتاجين سواء للمرأة أو ذوي الإعاقة. هو التحديات الحقيقة يعني فيما يخص المرأة، هي طبعا يعني المرأة اوريدي أساس الأسرة طبعا. ويمكن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم قبل كده عن ان استقرار الأسرة ده هو أساس بناء الجمهورية الجديدة. صحيح. انا عايزه اقف على ارض ثابته، لازم يكون في استقرار في الاسره. فهنا انا لازم اعمل زي تمكين وظيفي للمراه، ان بيئه العمل تبقى بيئه صديقه ليها. يعني مثلا زي الحضانات اللي ممكن تكون قريبه من بيئه العمل، او اللي جوه بيئه العمل للمراه العامله، ان يبقى في مسموح ليها ان يكون في شغل اونلاين او عن بعد، علشان ما يبقاش في تحديات بين الوظيفه وبين مسؤوليتها كربة اسره. يعني فدي بالنسبه للمراه حاجة مهمة جدا. الوعي في ان هي تاخد حقوقها، سواء الحقوق بقى في مثلا بعض الاماكن زي القرى، وفي اماكن الصعيد المرأة مثلا ممكن تحرم من الميراث، فبقى في قوانين تمنع حجب الميراث عن المرأة، يعني وغرامات على ده. ده لحد دلوقتي، ده لحد دلوقتي بالظبط. وعلى فكره في الصعيد، يعني احنا كنا مره بنعمل بحث عن الموضوع ده فعلا، وعملنا حلقه انه للاسف في صعيد مصر اللي بتبقى واقفه ضد المراه. ده حقيقي. عايزين دي بتبقى ده برضو خطير جدا. ده موروث يعني ثقافي. ازاي؟ ما هو موروث ثقافي، فهو محتاج شغل كتير طبعا والسنين مش يعني على الاجيال دايما الامل بيكون في الاجيال اللي طالعه. خلاص الاجيال القديمه هو الفكر مش ما يتغيرش بسهوله. بالظبط. بالنسبه لذوي الاعاقه، فالتحدي اللي بيواجهنا طبعا في اول حاجه كود الاتاحه. بقى في طبعا كل المنشآت الجديده بقى فيها كود اتاحه. كويس. زي مثلا العاصمه الاداريه، هناك كل الاماكن متاحه لذوي الاعاقه، ولكن كويس. المنشآت القديمه طبعا عشان نعمل فيها كود اتاحه ده هيبقى مكلف جدا. فدي برضو حاجه ده عباره عن ايه كود الاتاحه؟ كود الاتاحه يعني مثلا الرمبات اللي بتسهل بالظبط يعني الالوان اللي بنعملها في الطريق للمكفوفين عشان يقدر يعني يشوف الطريق قدامه. التعليم لغه الاشاره بالنسبه للصم وضعاف السمع، ان هو لما يروح اي هيئه او وزاره يلاقي حد بيعرف يتكلم لغه اشاره عشان يقدر يفهمه. فدي نقط بتبقى ناقصه ذوي الاعاقه. الحاجه الثانيه ال5%، ان انا لازم تعيين ال5% يكون متناسب مع قدراته. ما ينفعش اروح اعينه في مكان هو وظيفه هو ما يعرفش عنها حاجه ومش هيقدر يدي فيها، او مثلا اعين حد عنده اعاقه جسديه مثلا في ان هو في مكان محتاج شغل بالايد ازاي بالظبط. او حركه يعني بالظبط دي هتبقى صعبه جدا. يبقى متوافق مع الاعاقه اللي عنده. صحيح. لازم يبقى متوافق مع الاعاقه. فانا محتاج هنا حاجتين، محتاج ان انا اختار له وظيفه متناسبه مع قدراته، وفي نفس الوقت انمي قدراته في الوظيفه اللي انا شايفه انها تناسبه.
اديله تدريبات. يعني اتعامل معاه زي ما بتعامل مع جميع الموظفين. انا هنا عندي في موظفين انا قبل ما احطهم في مكان معين لازم اخدهم واديهم تدريب. طب ليه صحيح. اشخاص ذوي الاعاقه ما بتتعاملش معاهم نفس الفكر؟ يعني علشان يبقى فعال، انت بالعكس انت هتستفيد كصاحب عمل، انت هتستفيد. انت ليه متخيل ان هو قدراته اقل من القدرات؟ بالعكس، صحيح. وقدراته في اماكن معينه لو حطيته فيها زي ما قلنا مثلا الصم وضعاف السمع في مجال التكنولوجيا. ايوه. لو بدات تعلمهم تكنولوجيا انت هتستفيد منهم بشكل كبير جدا، لان هم عندهم تركيز، هم مش بيسمعوا زي ما عندهم الذاكره البصريه خطيره. ربنا بيديهم جزء تاني قوي. فانت كده هتستفيد منه وهتحطه في المكان المناسب لقدراته. تمام. هنا انا حولته لعضو فعال، انما ما يبقاش بيروح يقبض المرتب بيعملش حاجه بس كده عشان نقول ان احنا عيننا ال5% بالاسم. صحيح. بالظبط. فده لو انا عايز حاجه على ارض الواقع، لو انا عايز نتيجه. طيب اخيرا دكتوره امينه، ايه اكتر الفئات العمريه اللي محتاجه شغل اكتر في السنوات القادمه من المعاقين؟ فئات عمريه. الاطفال. احنا محتاجين نشتغل على الاطفال والشباب طبعا، بس ولكن دايما لو انا عايز اوصل لنتيجه في المستقبل مختلفه، اشتغل على الاطفال. فده جزء مهم جدا. الاطفال مهم جدا. الاطفال من اول المدارس لحد بقى من اول بالظبط من اول الانشطه اللي بيعملوها مثلا في الصيف، في الانديه، الرياضات. وعلى فكره متميزين جدا برضو. احنا يمكن نسينا نقول الموضوع ده، البطولات البارالمبيه طبعا بياخدوا ميداليات ذهبيه، مصريين متميزين فيها جدا سبحان الله. يعني ده حقيقي. يعني هم بصراحه الحقيقه يعني، والاتحاد المصري للصم كره القدم، اتحاد الصم لكرة القدم فيهم لاعبين محترفين يعني. فيعني طب احنا ليه ما بيدخلوش للمنتخب طالما هم يعني لاعب ماهر جدا؟ دي النقطة بقى، ما انا عايز اعمل دمج. ليه ما يتعملش اختبار، بما ان احنا كنا النهارده برضه بنتكلم على لسه الكوره والمنتخب الوطني. طب ما طالما عندنا لعيبه مهره بس هو من الصم والبكم، طب ليه ما ياخدوش المنتخب لو لعيب شاطر جدا وممكن وانا يحترف؟ بعمل دمج رياضي بقى. انا بعمل دمج رياضي، فانا زي ما بعمل. بس هل الاتحاد المصري لكرة القدم يقبل ده، او الفيفا بقى؟ ما هي دي كنا لسه بنتكلم على الفيفا هو بالفعل يعني في، او على الابسط الاحوال يعني، في اتحاد الصم، اتحاد الصم، اتحاد الكرة للصم، يعني يبقى في نفس الاهتمام. يعني احنا لو بصينا لاتحاد الكرة يعني الاشخاص لاعبين، واتحاد الكرة للصم، وبصينا للاعبين هنا واللاعبين هنا، لا انا في فرق كبير. في فرق كبير في يعني ما فيش نفس الاهتمام. فاحنا محتاجين بس نديهم اهتمام اكبر. مش لازم تدمج، لو الدمج هيبقى صعب مش لازم تدمج، بس على الاقل يكون في عداله اجتماعيه، وفي تسليط الضوء، في عداله اجتماعيه. هو شريك وتكريم ليه والكلام ده كله. بالظبط. يعني هم بياخدوا بطولات، ولكن ما فيش القاء للضوء عليهم، مع ان هم بيحققوا بطولات هايله جدا، اللي هي البطولات البارالمبيه. حقيقي يعني بيحققوا بطولات كتير، ولكن ما فيش تسليط للضوء عليه. صحيح. يعني زي ما حضرتك قلتي كده، خلينا نهتم بالاطفال خاصه من ذوي الاعاقه في الفتره القادمه. التحديات برضو لازالت برضو المراه في بعض من الموضوعات او المشكلات او القضايا اللي بتعاني منها، محتاجين برضو مزيد من، يعني ما يبقاش بس موضوع اعلامي او شو ان احنا نقول ده احنا المراه واخده حقها. لا، هو في حاجات في المجتمع بتحصل ضد المراه تماما. فاحنا محتاجين فعلا اللي هو التنفيذ والرقابه زي ما حضرتك قلتي. ده حقيقي. واحنا عملنا البنيه التحتيه بالتشريع، محتاجين بقى نبتدي ان احنا يبقى في اليات للتنفيذ عشان احنا نحس بمكتسبات التشريع. مظبوط. انا بشكرك جدا دكتوره امينه على وجودك معانا النهارده. طبعا استفدنا جدا من معلومات اللي حضرتك قلتيها لنا، وان شاء الله باذن الله يكون في تقدم في الايام القادمه في موضوع المراه وذوي الاعاقه. مره ثانيه مشاهدينا بشكر الدكتوره امينه الرشاد، الاستاذه المساعد بالمركز القومي للبحوث ورئيس لجنه المراه باتحاد شباب العمال سابقا. شرفتينا ونورتينا دكتوره امينه. مشاهدينا دي كانت اخر فقره لينا النهارده في حلقتنا من صباح القاهره. ان شاء الله انتظرونا الاسبوع المقبل في فقرات جديده، والى اللقاء.